السلام عليكم ورحمة الله. صديقي العزيز، أهلا بك في قناة محمود علي تي في. النهاردة معادنا مع الفصل الثالث من كتاب العادات الذرية، وده هنعرف فيه مع بعض إزاي نكون عادات أفضل في 4 خطوات، وليه دماغنا من الأساس بيبني أو يكون العادات، وإيه هي خطوات بناء العادات. فيلا بينا. في سنة 1898 عالم النفس إدوارد ثورندايك عمل تجربة كان الهدف منها وضع أساس يفهمنا الكيفية اللي بتعمل بها العادات والقواعد اللي بتوجه سلوكنا، وهو كان مهتم بدراسة سلوك الحيوانات، وبدأ تجربته على القطط. وبدأ تجربته بأكثر من قطة عن طريق وضعهم في صندوق الألغاز اللي كان مصممه بطريقة معينة بحيث إن القطة تقدر تهرب منه من خلال باب، ولكن القطة مش هتقدر تهرب إلا لو عملت حركة معينة زي إنها تشد حبل أو تضغط على رافعة أو حتى تخطي من فوق عائق داخل الصندوق. وهنا عالم النفس إدوارد ثورندايك في صندوق الألغاز اللي جهزه عشان يعمل التجربة على القطط وضع فيه رافعة بحيث إن القطة لو ضغطت عليها هيتفتح الباب، وبالتالي تقدر تطلع من الصندوق وتبدأ تاكل من طبق الأكل اللي سيبوه لها قدام باب صندوق الألغاز. وغالبية القطط اللي أجرت تجارب عليها كانت عايزة تهرب من الصندوق بمجرد وضعها فيه، عن طريق إنها كانت بتدفع براسها كل أركان الصندوق وتحرك أي حاجة قدامها، وبعد كم دقيقة من استكشاف القطط لكل محتويات الصندوق فجأة كانت بتضغط على رافعة سحرية في الصندوق فيتفتح الباب وبالتالي تهرب منه. وبدأ عالم النفس ثورندايك بتتبع سلوك كل قطة من خلال أكثر من تجربة، ولاحظ في نهاية تجربته إن كل قطة كانت بتتحرك بعد وضعها في الصندوق بشكل عشوائي، ولكن بمجرد ما تضغط على الرافعة اللي محطوطة في الصندوق عشان تفتح الباب كانت بتبدأ عند القطط عملية التعلم. وبالتدريج تعلمت القطط إنها تربط ما بين فعل ضغطها على الرافعة والمكافأة اللي هتتمثل في فتح الباب، وبالتالي هروبها من الصندوق وحصولها على الطعام الموجود قدام الباب بتاع الصندوق. ومن بعد 20 ل 30 تجربة على القطط عن طريق وضعها في صندوق وبالتالي تحركها بشكل عشوائي داخل الصندوق لحد ما توصل انها تضغط بالصدفة على الرافعة اللي محطوطة في الصندوق اللي لو ضغطت عليها القطة هيتفتح الباب وبالتالي تطلع من الصندوق وتحصل على الطعام الموجود بالخارج، بدأ سلوك القطط يتغير بشكل اوتوماتيكي، فبدل ما كانت بتهرب من الصندوق خلال دقائق بقت بتهرب من الصندوق خلال ثواني. لأن عالم النفس ثورندايك لاحظ انه خلال المحاولات الثلاثة الأولى من 20 تجربة اللي أجراهم على القطط إن القطط استغرقت حوالي دقيقة ونصف في المتوسط عشان تهرب من الصندوق، ولكن في المحاولات الثلاثة الأخيرة من 20 تجربة متوسط المدة اللي كانت بتستغرقها القطط عشان تهرب من الصندوق أصبحت من 3 ل 6 ثواني، وده لأن القطط مع التدريب والتجربة اللي تعرضت ليها خلال 20 مرة دخلت فيها الصندوق بدأت ترتكب أخطاء أقل، وبقت أفعالها أسرع وأكثر أوتوماتيكية، وبدل ما تكرر الأخطاء نفسها في كل مرة كانت بتروح بشكل مباشر وتضغط على الرافعة وبالتالي الباب يتفتح وتطلع من الصندوق. واستنتج عالم النفس ثورندايك من التجارب اللي اجراها على القطط ان السلوكيات اللي بتيجي من وراها نتائج مرضيه لينا بنميل لتكرارها، والسلوكيات اللي بتيجي وراها نتائج مش مرضيه لينا ما بنكررهاش. وخلينا اقول لك ان العادات هي سلوك قررناه عدد كافي من المرات للدرجه اللي اصبحنا بعدها بنقوم به بشكل اوتوماتيكي ويمكن كمان من غير ما نحس. وفي تعريف ثاني للعادات واللي هو ان العاده ما هي الا سلسله من الحلول الاوتوماتيكيه اللي بتحل المشكلات والضغوط اللي بتواجهك بصوره دوريه. وكمان في تعريف ثالث للعادات واللي هو انها ببساطه حلول موثوق بها لمشكلات متكرره في بيئتنا. والعادات لها تعريف رابع واللي هو ان العادات عباره عن اختصارات عقليه مكتسبه من واقع الخبره، بمعنى ان ما العادات الا ذكرى للخطوات اللي اتبعتها في السابق عشان تحل مشكله في الماضي، وكل ما كانت الظروف مناسبه يمكنك الاعتماد على هذه الذكرى وتطبيق الحل نفسه اوتوماتيكيا. وعمليه بناء العادات بتبدا دائما بالتجربه والخطا، لانك لما بتواجه مشكله او موقف جديد في حياتك بيكون على دماغك انه ياخد قرار واللي هو ازاي يستجيب ويتعامل مع الموقف ده. وفي العاده لما بتواجه اي مشكله في البدايه ما بتكونش واثق في طريقه حلها وهتجرب حاجات كتير عشان توصل لحل المشكله اللي انت فيها، لان ساعتها النشاط العصبي في دماغك بيكون عالي وبتحلل الموقف بحرص وبتاخد قرارات واعيه بخصوص القرار اللي هتاخده استجابه للموقف اللي انت فيه. واثناء ما انت بتفكر وبتحلل الموقف اللي انت فيه او المشكله اللي انت فيها بالصدفه بتوصل لحل، زي انك مثلا لو حسيت بقلق
هتكتشف ان الجري ممكن انه يهديك، او انك لو كنت منهك ذهنيا بعد يوم عمل طويل ممكن ان العاب الفيديو والبلاي ستيشن يكون لها دور في انها تهديك وتحسسك بالاسترخاء. وهنا وبعد ما توصل بالصدفة لحل المشكلة اللي انت فيها بتبدأ بتغيير استراتيجيتك في المرة اللي جاية لو تعرضت لنفس الموقف او حتى موقف مشابه ليه. وده معروف في علم النفس بحلقة الفيدباك اللي بتكون كامنة ورا كل الأنشطة البشرية اللي بتتمثل في التجربة والفشل والتعلم، وبالتالي التجربة بصورة مختلفة في المرة اللي جاية. ومن كتر تعرضك وتدربك على التعامل مع المشكلات اللي بتواجهك بتبدأ تقل قراراتك عديمة الفائدة وتتعزز عندك الأفعال المفيدة اللي بتجيب الخلاصة، وهي دي عملية بناء العادات. ولما تبدأ تتكون العادة عندك مستوى نشاط دماغك بيقل بخصوص العادة دي أو حل المشكلة المتعلقة بالعادة دي، لأنك بتتعلم إنك تركز على المؤشرات اللي بتتنبأ بالنجاح. ولما بتواجه موقف تاني مشابه للموقف اللي تعرضت له واللي بعده كونت عادة، هتكون ساعتها عارف انت بتدور على ايه او عايز تحل ايه او ايه القرار اللي انت عايز تاخده، وبالتالي مش هيكون عندك حاجة انك لسه هتحلل كل ده من الموقف الجديد المشابه للمواقف القديمة اللي انت مريت بيها. وبالتالي دماغك هيتخطى عملية التجربة والخطأ، وهيكون عندك قاعدة عقلية مفادة انه لو حصل هذا افعل ذلك، وبالتالي قرارك اللي كان بياخد في السابق منك مجهود اصبح اوتوماتيكي لانك بالفعل خلقت العادة او كونت العادة الجديدة. وعملية تكوين العادة مفيدة جدا لأن عقلك الواعي قادر إنه ينتبه ويركز على مشكلة واحدة في المرة الواحدة، لأن دماغك كل مهمته إنه يحافظ على انتباهك الواعي بحيث يكون مقتصر على أكثر المهام أهمية عندك. ومتى أمكن يقدر عقلك الواعي إنه يفوض المهام اللي بيتم تأديتها بشكل أوتوماتيكي لعقلك اللاواعي. وده اللي بيحصل لما تتكون عندك عادة جديدة، لأن العادات في الغالب بتقلل الحمل الإدراكي على دماغك وعقلك الواعي، وبتخلي عقلك الواعي يركز على المهام الأكثر أهمية التالية بالنسبة ليك. وعلى الرغم من الفاعلية اللي بتقدمها لك تكوين العادات، إلا إنه في ناس لسه بتسأل نفسها إيه اللي هستفيدوا من تكوين العادات، وشايفين إن العادات ممكن إنها تخلي حياتهم مملة وكئيبة، وبيقولوا إيه اللي يخليني أمشي على نمط حياة روتيني ومكرر في كل مرة وما استمتعش بحياتي بشكل تلقائي وحيوي. إلا إن الرد على وجهة النظر دي إن كل أسئلتهم مبنية على انفصام زائف، لأنها بتخليك تظن بإنه عليك إنك تختار ما بين إنك تبني عادة أو تحصل على حريتك، وده غلط. لأنه في الواقع بناء العادة والحصول على حرية وجهين لعملة واحدة، لأن العادة ما بتقيدش حريتك ولكنها بتخلق حريتك، لأن الأشخاص اللي ما بيحسنوش التعامل مع عاداتهم بيكونوا في الغالب أقل حرية، لأنه من غير عادات مالية حسنة عندك هتعاني باستمرار عشان تكسب الدولار التالي، ومن غير عادات صحية حسنة عندك دائما هيكون عندك حالة من احتياجك للطاقة، ومن غير عادات تعلم حسنة دائما هتحس كأنك متخلف في تعليمك. ولو لقيت نفسك بتاخد وقت كبير عشان تاخد قرارات بخصوص مهام بسيطة، مثلا زي امتى ممكن اتدرب او اروح فين عشان اقدر اكتب بحرية وسلاسة، او حتى امتى ادفع فواتيري، وهنا ساعتها هيكون عندك وقت اقل للحرية، لان الحاجات دي المفروض انها بتتم بشكل اوتوماتيكي لو كنت خليتها واحدة من عاداتك المتكررة، بدل ما انت بتقول ان تكوين العادات بتقلل من حريتي. لانك لما تخلي الامور الاساسية في حياتك خطوات عملها اسهل هتتمكن وقتها من خلق المساحة العقلية اللازمة للتفكير الحر والإبداع، لأنك لما تستفيد من قوة عاداتك عن طريق أنها تتولى شؤون حياتك الأساسية، عقلك هيتحرر ويركز على التحديات الجديدة والمشاكل الجديدة اللي بتواجهك ويتقن التعامل معها. والخلاصة هنا يا صديقي العزيز إن بناء العادات في الحاضر هيتيح ليك أنك تعمل اللي أنت عايزه في المستقبل. عملية بناء العادة بيتم تقسيمها لأربع مراحل بسيطة، واللي هي الإشارة والسوق والاستجابة والمكافأة. وكل العادات اللي بنكونها في حياتنا بتمر بالمراحل الأربعة دي بالترتيب، فيلا بينا نتعرف على كل جزء منها بالتفصيل. أولا الإشارة، ودي اللي بتنبه دماغك عشان يبدأ سلوك معين، وهي عبارة عن معلومة تتنبأ بمكافأة معينة. فمثلا أسلافنا في عصور ما قبل التاريخ كانوا بيتنبهوا للإشارة اللي بتتنبأ بمواقع المكافآت الأساسية زي الطعام والماء والجنس، وإحنا حاليا بنقضي أغلب أوقاتنا في إدراك الإشارات اللي بتتنبأ بالمكافآت السنوية، زي إننا إزاي نوصل للمال والشهرة والسلطة والمكانة والتقدير والتقبل والحب والصداقة لحد الإحساس بالرضا الشخصي. وتنبؤنا عند الإشارة لكل المكافآت اللي ذكرتها بيعتبر مسعى من المساعي اللي بتحسن بشكل غير مباشر من فرص بقائنا وتناسلنا، وده بيعتبر المحفز الأعمق الكامن ورا كل حاجة بنعملها.
وبما ان الاشاره هي المؤشر الاول اللي بيوضح لنا اقترابنا من المكافآت، فبالتالي من الطبيعي ان الاشاره بتؤدي بينا للطوق اللي هو الخطوه الثانيه اللي بتقابلنا واحنا بنكون العاده الجديده، واللي هي عباره عن القوه التحفيزيه اللي بتكمن خلف كل عاده بنقوم بيها. لانه من غير مستوى معين من التحفيز او الرغبه واللي هي الطوق مش هيكون عندنا سبب لفعل شيء معين. ومثال على ده، انت لا تطوق او تميل او ترغب لتدخين سيجاره، وانما تطوق او ترغب في الشعور بالارتياح اللي بتقدمه السيجاره. او انك ما بتشعرش بالتحفيز من فعل غسيل اسنانك بالفرشه، ولكنك بتشعر بالتحفيز رغبه منك في الحصول على فم نظيف. او انك ما بتحسش بالتحفيز لتشغيل التلفزيون الا انك عايز تحظى بالترفيه نتيجة لتشغيلك التلفزيون. وعلى فكرة الطوق بيختلف من شخص للتاني، لأن إشارة معينة واللي بتبدأ دايما بيها العادة مش شرط إنها تحفزني زي ما حفزتك، أو مش شرط إنها تحفزك زي ما حفزتني، لأن أفكارنا ومشاعرنا وانفعالاتنا هي اللي بتحول الإشارة لطوق. والمرحلة الثالثة من مراحل تكوين العادة هي مرحلة الاستجابة، واللي هي بتمثل العادة الفعلية اللي بتقوم بيها، واللي ممكن إنها تاخد صورة فكرة أو فعل معين. والاستجابة دي بتعتمد على مقدار تحفيزك ومقدار التوتر المرتبط بالسلوك، لانه لو تطلب فعل معين قدر معين من الجهد البدني او العقلي اكبر من اللي انت مستعد انك تبذله، وقتها مش هتقوم بيه، لان العاده ما بتتكونش الا اذا كنت قادر على القيام بيها. ولما تبقى وانت في طريقك لتكوين عاده بدات من الاشاره للطوق للاستجابه، وفي النهايه توصل للمكافاه واللي هي المقصد النهائي لكل عاده، لان الاشاره بتكون معنيه بانها تخليك شايف المكافاه، والطوق بيكون معني برغبتك في الحصول على المكافاه، والاستجابه بتكون معنيه بمحاوله الحصول على المكافاه. وخلينا اقول لك اننا بنسعى للمكافآت لانها بتخدم غرضين، الاول انها بتشبعنا، والثانيه انها بتعلمنا. ومعنى ان الغرض الاول من المكافآت واللي هو الاشباع، فده بيدل على ان المكافآت لها فوائد في حد ذاتها، زي ان الطعام والماء بيقدم لنا الطاقه اللي بنحتاجها من اجل البقاء على قيد الحياه، وحصولنا على ترقيه بيجلب لنا مزيد من المال والتقدير، والحصول على قوام ممشوق بيحسن من صحتك. ومعنى الغرض الثاني من المكافآت واللي هو انها بتعلمنا ايه من الافعال اللي يستحق التذكر في المستقبل، وده لان دماغك جهاز راصد للمكافآت، وبالتالي وانت ماشي في حياتك جهازك العصبي الشعوري بيعمل بصوره متصله على رصد الافعال اللي بتشبع رغباتك وتقدم لك المتعه. ولان مشاعر المتعه والاحباط جزء من اليه الفيدباك اللي بتساعد دماغك على التمييز ما بين الافعال المفيده والافعال غير المفيده، وبالتالي المكافآت دورها انها بتغلق حلقه الفيدباك وتكمل دائرة العادات عندك، لأن السلوك عندك لو كان قاصر في أي من المراحل الأربعة مش هتتكون العادة، لأنك لو تخلصت من الإشارة مش هتبدأ العادة من الأساس. ولو قللت من طوقك بالوصول للمكافأة مش هتشعر بالتحفيز الكافي للفعل اللي هيكون عندك العادة. ولو خليت السلوك اللي هتقوم بيه وانت في طريقك لتحقيق عادة أو تكوينها صعب هتعجز عن القيام بيه. ولو المكافأة اللي هتحصل عليها ما كانتش مشبع لرغبتك ساعتها مش هيكون عندك سبب لتكرار السلوك في المستقبل، لأنه من دون الثلاث خطوات الأولى واللي هي الإشارة والطوق والاستجابة السلوك مش هيحصل، ومن غير الخطوات الأربعة كلها مع بعض السلوك مش هيتكرر. خلينا اقول لك انه يعتبر افضل وصف للمراحل الاربع للعادات اللي بتبدا من الاشاره للطوق للاستجابه للمكافاه بانها حلقه فيدباك، لانها بتشكل دائره مفرغه بتعمل في كل لحظه من لحظات حياتك عن طريق انها بتعمل مسح للبيئه المحيطه بيك وتتنبأ باللي هيحصل بعد كده وتجرب استجابات مختلفه وتتعلم من النتائج. وده معناه ان الاشاره بتحفز الطوق، والطوق بيدفعنا للاستجابه، والاستجابه بتقدم لنا المكافاه، والمكافاه بدورها بتشبع طوقنا، وفي النهاية المكافأة بتكون مرتبطة بالإشارة، وده في النهاية بيؤدي لتكوين عادة أوتوماتيكية، والدوائر دي كلها مع بعض بتعرف باسم حلقة العادات. والخطوات الأربعة لتكوين أو التخلص من عادة بيتم تقسيمها لمرحلتين: مرحلة المشكلة واللي بتضم الإشارة والطوق واللي خلالها بتدرك إنه في حاجة لازم تتغير، ومرحلة الحل واللي بتضم الاستجابة والمكافأة واللي عن طريقها بنقوم بفعل معين من بعده بتحقق التغيير المطلوب، لأن سلوكنا في كل الأحيان بيكون مدفوع بالرغبة في حل مشكلة معينة. والمشكلة ممكن تتمثل في إنك ملاحظ شيء جيد وترغب في الحصول عليه، أو إنك بتشعر بألم وعندك رغبة في إنك تتخلص منه، وفي الحالتين بيكون هدفك هو حل المشكلة اللي بتواجهك. فمثلا لو وصلتك على تليفونك رسالة نصية، فدي هنا تعتبر إشارة بإنك تمسك التليفون وتشوف الرسالة، ولو أنت عايز تعرف محتوى الرسالة فدي هنا بتمثل مرحلة الطوق، ولو مسكت تليفونك وقريت الرسالة فدي كده بتمثل مرحلة الاستجابة، ولو قريت الرسالة فأنت كده حصلت على المكافأة اللي هترضي طوقك.
وبالتالي هيصير الإمساك بالتليفون مرتبط بصدور رنين منه. ومثال تاني، لو انك قمت من نومك وعايز تفوق وتصحصح فروح تشرب فنجان قهوه او كوبايه شاي، فهنا انك تصحى من النوم تعتبر اشاره وانك عايز تحس ان انت فايق، فدي بتمثل التوق. وشربك لفنجان القهوه او كوبايه الشاي اللي هتخليك تفوق وتصحصح فدي كده بتمثل الاستجابه. وفوقانك من بعد شربك لفنجان القهوه او كوبايه الشاي بيرضي توقك بحاجتك للشعور بالصحصحه والفوقان، وبالتالي بيصبح شرب كوب من القهوه او الشاي بعد استيقاظك من النوم مرتبط برغبتك بانك تكون مصحصح وفايق بعد ما تقوم من النوم. ومثال ثالث، لو دخلت غرفة مظلمة فهنا الظلمة بتمثل إشارة، واللي عندها الطوق بيشتغل عندك بأنك عايز تنور الغرفة، والاستجابة اللي هتقوم بيها هي أنك تضغط على مفتاح النور، والمكافأة بتتمثل في طوقك للرؤية، وبالتالي هيصبح الضغط على مفتاح النور مرتبط بوجودك في غرفة مظلمة لطوقك للرؤية. وفي النهاية هنوه عن القوانين الأربعة لتغيير السلوك بتكوين عادة حسنة أو التخلص من عادة سيئة، واللي هتكلم عنهم في الحلقات اللي جاية قانون، واللي هم القانون الأول الإشارة، واللي لو كنت عايز تبني أو تكون عادة جديدة لازم إنك تخلي الإشارة واضحة، ولو كنت عايز تتخلص من عادة سيئة لازم إنك تخلي الإشارة مخفية. والقانون الثاني واللي هو التوق، واللي لو كنت عايز تبني عادة حسنة لازم انك تجعلها جذابة، ولو كنت عايز تتخلص من عادة سيئة لازم انك تجعلها غير جذابة. والقانون الثالث واللي هو الاستجابة، واللي لو كنت عايز تبني عادة حسنة لازم انك تجعلها سهلة، ولو كنت عايز تتخلص من عادة سيئة لازم انك تجعلها صعبة. والقانون الرابع واللي هو المكافأة، واللي لو كنت عايز تبني عادة حسنة لازم انك تجعلها مشبعة، ولو كنت عايز تتخلص من عادة سيئة لازم انك تجعلها غير مشبعة. الخلاصة، لو عايز تبني عادة جيدة جديدة خلي الإشارة واضحة، وخلي طوقك ليها جذاب، وخلي استجابتك ليها سهل، وخلي المكافأة مشبعة. ولو كنت عايز تتخلص من عادة سيئة خلي الاستجابة ليها غير واضحة، والطوق ليها غير جذاب، والاستجابة ليها غير سهلة، والمكافأة غير مشبعة. ولحد هنا انتهت الحلقة. استنوني في الحلقة اللي جاية مع الفصل الرابع من كتاب العادات الذرية. وفي النهاية استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.